الست اللي عندها عزة نفس وكرامة زي دي مستحيل تكون جايبة بنتها من الحرام. الست دي شكلها كده وراها حكاية كبيرة، فيا ريت يا عبد التواب لو عرفتها تبلغني، وخلي بالك من جميل. توصل بالسلام. برضه يا حسام، يوم ما تنزل القاهرة بدل ما تجيلي على البيت على طول تقول لي قبلك في النادي، ده كلام يا راجل. معلش يا محسن بيه، أنا كنت هنا في دمنهور ببارك لعبد التواب وقلت أعدي عليك. المهم، انا فرحان انك خرجت من الصعيد. حد يعمل عمليتك دي يا راجل؟ تسيب شركاتك هنا بعد ما وصلت رقم واحد في مجالنا وتروح تقعد في الصعيد؟ انا والله الاخبار اللي بتجيني عن المجموعة بتاعتك بتحزني. وأنا جاي لك عشان كده يا محسن بيه. انا عمري يا حسام ما هنسى وقفتك معايا يوم ما المراكب بتاعتي غرقت. لولاك كنت اتكشفت في السوق وكنت ضعت. قول لي يا حسام، انت عايزني في ايه؟ وانا هتلاقيني جنبك وفي ظهرك. أنا عاوز أصفي شركاتي هنا في القاهرة. ايه الكلام اللي بتقوله يا حسام؟ لا طبعا، انا عمري ما اوافق على حاجه زي دي. اسمعني يا محسن بيه، أنا خلاص مبقاش فيها طاقة للشغل. ما انت بس لو تقول لي ايه اللي شقلب حالك كده كنا نفكر مع بعض ونشوف المشكله فين ونحلها. ده مفيش مشكله لو لها حل. إلا مشكلتي أنا يا محسن بيه، الحل بتاعها اندفن تحت التراب. اسمع يا مرسي، هتفحت فحرة 10 متر وهترميها فيها وهي حية وتردم عليها، واستحالة يخرج تاني. تعالي يا حبيبتي ناكل سوا. انا مش عايز اضغط عليك يا حسام. دوقيها هتعجبك. لا، ماما قالت لي ما اخدش حاجه من حد. خدي يا بنتي، يا بنتي خدي. يبقى تريحني يا محسن بيه، لو هتشتري أنا بايع، ولا هعمل مزاد ولا هكتب في الجرايد. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.